ازيك عامل ايه؟ فاضي؟ تعال. فيلم النهارده بيبدأ براجل عصابات كبير اسمه كينج بينج، وهو بيجهز نفسه وبيلبس علشان يروح شركته. بيكلم واحد هنا لأنه عايز يستثمر في مناجم الفحم والبترول وهيشتري 30% من الأسهم. وهنا بيدخل المساعد بتاعه اسمه تشوي، بيفكروا بساحة كده كان عايز يشتريها واشتروها من كل الناس ومشوهم إلا شخص واحد بس رافض يبيع. بعدها بينادي كانج على المساعد بتاعه في العصابة، بيقول له إنهم يجهزوا علشان هيروحوا للشخص ده. في المشهد اللي بعده بيكون وصلوا للشخص ده اسمه كيم يانج. لما بيرفض يبيع بيهددوه وبيخلوه يمضي غصب عنه على ورقة البيع. بعد كده كينج بينج بيروح يتعشى وبيجي المنافس بتاعه اسمه بونج. بيكون واضح طبعا ان هما مش على علاقة طيبة ببعض خالص، لأن بونج كان من رجالة كينج قبل ما ينفصل منه وكون هو عصابة وبقى الرئيس بتاعها دلوقتي. المهم كينج لما بيروح لحماه وبيعرفوا إن خلاص الصفقة تمت، وبعدها بيخرج علشان يتغدى في المطعم المفضل بالنسبة له. في نفس الوقت ده بيكون في طالب قاعد بيتكلم في التليفون بصوت واطي لأن الطلاب في المدرسة سرقوا فلوسه، فهو حاليا دلوقتي معوش فلوس يحاسب. ولما بيجي يعتذر لصاحبة المطعم بتقوله خلاص مفيش مشكلة، احنا هنخلي كينج يحاسب لك. بعدها الطالب دونج ده بيطلع فوق سطح المبنى لان اصحابه معلقين الجزمة بتاعته، لكنه لما بيحاول يمد ايده علشان يجيبها بيقع من المبنى على راجل العصابة كينج. في المشهد اللي بعده بقى يا عزيزي بنكون في المستشفى. لما بيفوق كينج والممرضة بتطمن عليه بتنادي على الدكتور بعدها وبتقوله ان الطالب فاق. هو طبعا بيبقى عايز يقول لها طالب مين ده، انا راجل عصابات قد الدنيا. المهم بعدها بيقوم يتمشى في ممر المستشفى، والغريب بقى والصدمة انه بيلاقي نفسه نايم في أوضة تانية على السرير. على طول بتيجي الدكتورة تقول له ان ده خطر عليك ولازم ترجع لأوضتك، وفجأة بيلاقي واحد بيجري عليه وبيقول له الحمد لله على سلامتك يا دونج. لما بيروح يبص في المراية بعدها بيلاقي نفسه مش كينج خالص. ابوه بياخده بعدها وبيروحوا على مكتب الدكتورة اللي بتقول لهم ان هو بيعاني من فقدان ذاكرة مؤقت لان حصل له حادثة هو وشخص تاني. في اللحظة دي كينج بيفتكر طالب المدرسة اللي دفع له في المطعم. لما بيخرج يجري من المستشفى على المطعم بيلاقيه مقفول من فترة، وبيعرف بعدها من الأخبار إن في حادثة حصلت لرجل الأعمال الكبير كينج بينج، والخبر كمان بيوصل للزعيم بتاع العصابة المنافسة. كينج هنا لما بيرجع للبيت وهو في جسم الطالب بيسمع مراته وهي بتعيط، فبيفتكر إنها بتعيط عليه لكن لا، بتكون بتعيط على السلسلة اللي اتقطعت. هي أول ما تشوفه بقى بتكون مش فاهمة مين ده ودخل إزاي. هو طبعا بيحاول يفهمها إن هو جوزها كينج، لكن طبعا مش بتكون مصدقة خالص، وعلى طول بترن جرس الإنذار علشان يجوا ياخدوه فورا ويقبضوا عليه. لما بيودوه على اسم الشرطة والده بيكون معاه وبيقول لهم معلش سامحوه، ده ولد صغير ومتهور ولسه مش بيحسب تصرفاته. المهم بيخرجوا وبياخدوا معاه البيت. أبو الطالب دونج بقى بيطلع عن نفس الشخص اللي هم أجبروه علشان يوقع على بيع المصنع بتاعه بالعافية. فبيسأله بعدها هو لقى شغل تاني ولا لسه. أبوه بيرد عليه بيقول له وبعدها بيقوم يعمل له أكل بكمية كبيرة. كينج بيقول له إيه كمية الأكل الكبيرة دي، أنت عازم حد؟ أبوه بيقول له إن دي يا ابن الكمية المعتادة اللي أنت بتاكلها كل يوم، بعد ثواني بتكون كل الأطباق فاضية. واضح طبعا إن الطالب دونج ده كان مقلبز وأكول قوي. بعد كده أبوه بيقعد يضحك عليه وبيقول له لو عايز نعمل لك شوية كمالة تاني قول لي. المهم تاني يوم بياخدوا أبوه على المدرسة علشان يفهم المدير الوضع اللي كان دونج فيه، وبيقول له إن سبب غيابه عن المدرسة الفترة اللي فاتت دي إن هو كان عمل حادثة. كينج هنا بقى بيبقى قاعد حاطط رجل على رجل قدام المدير، لكن أبوه على طول بيعتذر له عن تصرفاته وبيقول له إن لسه الحادثة مأثرة عليه يعني. بعدها المدير بيوافق انه يرجع لفصله رغم استغرابه من طريقة كلامه. كينج بقى لما بيدخل الفصل بيعرف ان الطالب دونج ده كان بيتعرض للتنمر من باقي الطلاب. ولما بيجي وقت البريك وكينج بينزل يتمشى في ساحة المدرسة بيلاقي واحد من الطلاب من اللي كانوا بيتنمروا عليه، ولسه هيمد ايده عليه ويضربه، لكن في اللحظة المناسبة بيجي حد من مشرفين المدرسة فبيقوله بعدها عادي هنتقابل في المروح، يعني هتروح فين؟ ولما بينتهي اليوم فعلا بيكون الطالب ده مستنيه هو وطلاب تانية، لكن كينج بقى بيضربهم واحد واحد وهو معدي كده بقلبه القاعد. الطلاب طبعا بيكونوا مستغربين جدا من التغيير المفاجئ اللي هو فيه. بيكون في هنا طالب برضه بيتعرض للتنمر، كانوا باعتينه يجيب لهم اكل، فبياخدوه بعدها على الحمام يهددوه علشان ما يعرفش حد خالص باللي شافه، لكن كينج بيظهر تاني وبيضربه مرة كمان في الحمام. بعدها بياخد تليفون طالب اسمه يي ووك علشان يصورهم فيديو وبيقوله ان هو هيرجعه له بكره. ولما بيروح بيتفرج على الفيديوهات اللي كانت موجوده، من ضمنهم فيديو اليوم الحادثه لما كانوا بيعلقوا جزمه الطالب دونج على اريال فوق السطح، وساعتها لو عرف يجيبه هيسيبوا البنت اللي بيحبها اللي اسمها ليو في حالها. المهم تاني يوم كينج لما بيروح بيديهم التليفون وبيهددهم ان لو حصل اي تصرف تاني منهم ما عجبوش هيكون العقاب المره الجايه شديد. نروح بقى لمرات كينج اللي بتكون ماشيه مع المساعد بتاعه.
بنشوف بونج هنا زعيم العصابة المنافسة وهو بيقول لها انه خد لها كام صورة كده، وهيقول لجوزها انها بتخونه مع المساعد بتاعه. وكينج هنا بيرجع للمستشفى اللي فيها الطالب دونج، بيصحيه وبيفهمه اللي حصل بالظبط، وبيقول له ان روح كل واحد فينا اتنقلت في جسم التاني، فبكده بقيت انا انت وانت انا. وتاني يوم كينج وهو في المدرسة بيخبط في ليو وبتقع منها لعبتها، ولما بيشوف مامتها وهي جاية تاخدها بتطلع حبيبته القديمة، فبيقرر ياخد شعر من ليو علشان يعمل تحليل DNA، وفعلا بتطلع بنته. بيزعل جدا من التنمر اللي كانت بتتعرض له وهو موجود، لكن برضه بيكون مبسوط جدا في نفس الوقت. بعدها بقى بيقرر يروح يقعد مع المساعد بتاعه ودراعه اليمين، وبيطلب منه انه يعاقب كل الناس اللي عملوا بنته وحش، لكن المساعد بتاعه بيقول له انه يحل الموضوع ده بنفسه احسن. ولما كينج بيروح لمامة ليو بيلاقيها بتقعد تشتم في ابوها اللي ما تعرفش عنه حاجة، وبتقعد تعيط لان حالتهم المادية وحشة جدا وهو بقى رجل اعمال كبير. كينج بيبقى نفسه يقول لها ان اللي بتشتميه ده يبقى انا، لكن طبعا مش بيقول، بس بيقول لها ان هو يعرف كينج ده وعلاقته طيبة بيه، وبيقول لها كمان ان هو هيكلمه ويخليه يبعت مصاريف كل اول شهر. مرات كينج هنا بقى بتبقى قاعدة مع بابا وهي بتحاول تأمن نفسها وتخلق عداوة ما بينهم، فبتقوله ان كينج طول الوقت عمال بيسرق في فلوسك. وكينج هنا بيبقى قاعد مع المساعد بتاعه وبياخد رأيه يعمل ايه علشان يقرب من بنته اكتر، لكن هو بيقوله ان هو مش متجوز ومش مخلف اصلا، علشان كده ما عندوش فكرة. بس بيقوله فكرة حلوة انه يعمل تمارين علشان ينزل كرشه ده ويشاركها اللعب ويحاول يدربها ألعاب قوة علشان تقدر تدافع عن نفسها. وفعلا بعد ايام من التمرين اليومية الكينج بيرجع المدرسة وهو خاسس جدا وبقى موزع خلاص في كل عيون بنات المدرسة. وفي يوم وهو راجع بيلاقي ناس حوالين ابوه وبيضربوه علشان عليه دين. هو مشاعره بتتحرك وبيبقى عايز يدافع عنه، لكن ابوه بيرفض وبياخد كل الضرب مكانه لحد ما يغمى عليه. ساعتها كينج بيبعت المساعد بتاعه للناس دي علشان ياخد له حقه ويدفع الفلوس اللي عليه. وهو في البيت كينج بيعمل اكل علشان ياكله. كينج من جواه بيبقى مبسوط لان المشاعر دي بتكون جديدة عليه. المهم تاني يوم في المدرسة بنته ليو بقت تضرب كل اللي يحاولوا يضايقوها، فبيفرح جدا من الانجاز اللي عمله. ولما بيجي الليل بيروح لمامتها في المطعم بيطلب منها النودلز اللي بيحبه، وهو بياكل بتكلمه بتقول له انا مش عارفه ليه كل ما ابصلك بفتكر ابو ليو. وهما بيتكلموا بيكون في زبون بيزعلها، ده طبعا مش بيعجب كينج اللي على طول بيقوم يدافع عنها. هي لما بتستغرب الموقف بتاعه بعدها بيقعد كينج يحكي لها على كل حاجه، لكن طبعا هي بتكون مش مصدقاه لسه، لحد ما بدأ يقولها على حاجات معينة فعلا حصلت ما بينهم زمان محدش غيرهم يعرف، فبتصدقه فعلا. بس بعد كده بتقوم شتماه وترضاه على طول. بس تاني يوم لما بيجي بيحاول يقابلها تاني علشان يصلح موقفه، لكنها برضه بتضربه وبتشتمه وبتقوله انه يبعد عنه. بعدها بتجيله مكالمة من صديقه في المدرسة بيقوله انهم هيعملوا مقلب في ليو، هو على طول بيروح على المكان اللي موجودين فيه، وهما في الحفلة بيقعدوا يضايقوها وبيدلقوا العصير عليها، لكنه بيتدخل وبيضربهم وبياخدها من وسط الحفلة ويمشي. بعدها بقى ليو بتعترف له بحبها على انه طبعا زميلها دونج، لكنه بيتضايق من الموضوع ده وبيزعلها ان الوقت ده مش مناسب للمواضيع دي. لكن هي لما بتروح تحكي لمامتها على كل حاجة، وبتقول لها انها معجبة بيه جدا لانه دايما بيحميها من الناس اللي بتضايقها. مامتها لما بتعرف كده تاني يوم على طول بتروح لدونج وبتقوله انه لازم يبعد عن البنت. نرجع لمرات كينج بقى وهي عاملة خطة بتبعت واحد علشان يخلص عليه، لكن القدر يا عزيزي بيبقى واقف مع دونج والراجل بيقع على الارض يغمى عليه، وبيطلع الطالب دونج من المستشفى وهو سليم وهو في جسم كينج. لما بيروح بيجري على باباه وبيقول له انه وحشه جدا ووحشه الاكل اللي كان بيعمله. ابوه طبعا بيخاف جدا لانه بيبقى فاكره زعيم العصابه وهو بيحاول يهرب منه. وفي نفس الوقت ده بيرجع كينج البيت. الطالب دونج بقى لما بيشوف كينج اللي هو في جسمه بس طبعا خس كتير بينهار على طول لان كان نفسه في الجسم ده من زمان ونفسه يبقى موز. المهم بعدها بيقعدوا هما الاتنين يفهموا ابو دونج بقى اللي حصل معاهم، لكنه لسه مش فاهم ودماغه مش مستوعبه اللي حصل لابنه. تاني يوم دونج وكينج بيروحوا مع بعض لمامة ليو. كينج الحقيقي بيكون مفاهم الطالب دونج كلمتين علشان يقولهم، بيقول لها ان اروحهم رجع تاني وانه بيعتذر على كل اللي عمله. لكن في اللحظه دي بيدخل زعيم العصابه المنافسه لكينج وهو على طول بيقعد يعيط وبيقول لهم انه مش هو. كينج على طول وهو في جسم الطالب دونج بيقعد يدافع عنه وبيفضل يضرب فيهم، لكن القدره بتغلب الشجاعه
المجاعة يا عزيزي. بعد الهرجلة اللي بتحصل دي بتطلع مامة ليو وهي ماسكة أنبوبة وفاتحة الغاز وبتهددهم إنهم لو ما مشيوش من المكان هنا هتولع في المكان كله. هي بيبقى شكلها مجنونة عزيزي وتقدر تعملها، فبيخافوا وبيطلعوا يجروا من المكان بسرعة. في المشهد اللي بعده بتوصل رسالة لأبو مرات كينج، وهنا بيعرف إن بنته هي اللي بتسرقه وحاولت إنها تقتله كمان. ولما بيجي يواجه بنته باللي هي كانت بتعمله هي بتكون مش عارفة تقول له إيه. وتاني يوم بيروح دونج وهو في جسم كينج، بيقعد مع حماه وهو مركب سماعة علشان كينج الحقيقي يقول له يقول إيه بالظبط الحماه ويدافع عن نفسه. وبيقول له إن هو خلاص قرر يطلق بنته لأن السعادة الحقيقية مش شرط تكون في الفلوس. وبيقول له كمان إنه متنازل عن كل أملاكه اللي مشاركه فيها. وبعدها بيوم يمشي وهو خايف من الكلام الكبير اللي قاله. ولما بيخرج بيروح على كينج على طول علشان يحضنه بمناسبة نجاحه في المهمة. في نفس اللحظة دي بنشوف مراته وهي لسه عايزة تنتقم منه، لكنها بتدوس كينج وهو في جسم الطالب دونج. ولما بينقلوه على المستشفى بتيجي ليو، ساعتها بيقرر يعترف لها وبيقول لها ان هو ابوها، وبيعتذر لها انه ما قضاش حياته معاهم وسابهم. وفي اللحظة دي بيغمى على كينج ودونج كمان بيقع على الارض. وبعدها بساعات بيفوق كينج وبيرجع لجسمه، وكمان دونج بيرجع لجسمه الطبيعي والمدرسة بتاعته. لكنه بقى بيتفاجئ ان كل حاجة اتغيرت 180 درجة، بقى مشهور جدا وكل الطلاب بيحترموه وبيحبوه، وكمان ارتبط بليو اللي هي حب عمره. وكينج برضه بيرجع لمراته وبنته وبيكبر المطعم بتاع مراته لحد ما بقى رقم 1 في الحي بتاعه. ولحد هنا بيكون خلص الفيلم. ما تنساش تقول لي عايز فيلم ايه المرة الجاية.